محمد ممدوح قال جملة مهمة جدا في البودكاست بتاعه مع اشتري مني. قال انا بابايا وانا جاي اتجوز قال له لازم تعرف ان انت هتتجوزها دي مش مامتك، ما تتوقعش منها الرعاية والتقبل والصبر الشديد. دي ست محتاجة اللي يدعمها، وهي اللي متوقعة منك الاحتواء والحب وحاجات تانية كتير. فافصل ان انت دلوقتي كنت مسؤول من حد، والحد ده كان هو اللي مسؤول عنك وعن رعايتك، ودلوقتي انت بقيت راجل وهي اللي مسؤوله منك. ففرق كويس ما بين العلاقتين. طبعا الكلام ده فيه وعي عالي جدا، وده لان من اكبر المشاكل اللي بتواجه المتزوجين بالذات في الاول فكره ان انا دلوقتي لما اتجوزت متخيل اللي جايه دي مكان ماما. ما هو ما حدش بيتجوز مامته، واحنا بنتجوز مش بنتجوز بس عشان حد ياكلنا وياخد باله منا، احنا بنتجوز عشان نبني بيت. ونفس الكلام اللي جايه تتجوز، انت مش بتتجوزي حد بدل باباكي، انت بتتجوزي حد هيبقى زوج. فلازم نعرف ان الاكسبكتيشنز بتاعتنا في العلاقه لازم تبقى مختلفه نهائي. لكن لما انا بيبقى الاكسبكتيشن بتاعتي متخيل ان انا برتبط بحد هيتعامل معايا زي ما مامتي اتعاملت معايا، هو ده بيبقى هنا بدايه المشاكل. ليه؟ لان الشخص الوحيد اللي على الارض اللي ممكن يعاملك بحب وبصبر وما يتوقعش منك كتير قوي ويفضل برضه يحبك هو الاب والام، عشان هم اللي قرروا يخلفوك. لكن انا لما باجي ارتبط بشخص انا برتبط بيه في مقابل، انا هحبك وانت هتحترميني، انا هدعمك وانت هتحتويني، وهكذا. دي بداية التفكير الصحيح في يعني ايه ابني علاقة زواج صحية.